دي بقى من الحاجات الجميلة اللي بنحب ناكلها في العيد، أكلة نقدر نقول عليها إن هي كده من التراث المصري، مرتبطة دايما مع الترمس والفسيخ في العيد. بصي يا ستي، هاتي الحلبة وابدأي اغسليها كويس طبعا بعد ما تنقيها، وهننقعها في المية لمدة ما تقلش عن 3 ساعات، وبعد كده صفيها من مية النقع. هاتي بقى مصفى وحتة قماشة كده نظيفة تكون بس خفيفة، وهنبدأ نحطها في المصفى ونحط عليها الحلبة بالشكل اللي انت شايفاه كده، ونحط تحت المصفى طبق تاني. هتغطي طبعا الحلبة بالقماشة، ومهم جدا ان القماشة دي تفضل مندية بالمية على طول، فالصبح وبالليل بنبدأ نرش كده القماشة بشوية مية. ده هنا تالت يوم، يعني اول يوم وتاني يوم بترشي الصبح وبالليل القماشة بشوية مية كده بايدك علشان تفضل القماشة دي مندية على طول، تساعد على تنبيت الحلبة. تالت يوم بتشيلي بقى الحلبة في علبة وبتحطيها في التلاجة. طبعا الحلبة ليها فوائد صحية كتير، انا عاملة ليها فيديو هتلاقيها عندك على القناة. وكل سنة وانتم طيبين.